الأهلي كان خسران 2-1 في أول شوط، وفي نفس الوقت كان هو الفريق اللي ماسك الكرة أكتر. الشرقية إنبي لعب بشجاعة، ضغط على الأهلي وضربه مرتين من أخطاء ومساحات الأهلي معرفش يتعامل معاها. لكن اللي حصل بعد كده هو اللي يستاهل التحليل فعلا. عموته غير شكل الأهلي في الشوط الثاني. الفريق بدأ يربط بين خطوطه بشكل أحسن، والتغييرات عملت فرق. وفي النهاية الأهلي قلبها 3-2. وده مهم جدا لأن الأهلي الموسم اللي فات كان لما يتأخر في النتيجة غالبا أقصى حاجة كان بيعملها إنه يرجع يتعادل. النهارده حصل العكس. الأهلي اتأخر وعدل وبعدين كسب. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نفكك أول مباراة للأهلي في الدوري، ونشوف عموته عمل إيه عشان يقلب الماتش. من أول دقيقة كان واضح إن الفريقين مش داخلين يدافعوا. الأهلي ضغط عالي جدا والضغط كان في كل حتة في الملعب، وده خلى نص الملعب بقى فيه صراعات كتير على كل كورة. والشرقية إنبي عمل نفس الحاجة، وطلع يضغط الأهلي من بدري بدل ما يستناه قدام منطقة جزائه. لكن هنا ظهر أول اختلاف مهم. الشرقية إنبي كان بيسيب مساحة كبيرة ورا دفاعه، لكن أول ما الكورة تضيع منه الفريق كان بيرجع بسرعة جدا ويقفل المساحة دي. أما الأهلي فكان عنده حاجة إيجابية جدا وهي الانتشار كان كويس قوي، وده خلى الأهلي يكسب كرات كتير بعد أول التحام أو تشتيت، لأنه دايما كان في لاعب أهلاوي قريب من الكرة التانية. ومروان عطية تحديدا كان من أكتر اللاعبين اللي استفادوا من ده، وكان بيقرا مكان الكرة كويس جدا وبيتحرك قبلها، وده خلاه يكسب صراعات كتير في نص الملعب. لكن رغم كل ده الأهلي كان لسه عنده مشكلة واضحة. اللاعب اللي معاه الكورة كان في أوقات كتير مش لاقي قدامه حلول كفاية، وده اللي هنشوف تأثيره بعد كده في أحداث الشوط الأول. في الدقيقة 17 حصلت الغلطة اللي الشرقية إنبي كان مستنيها. كوكا فقد الكورة في مكان خطير، والشرقية إنبي استغل الموقف بسرعة وسجل أول هدف. وبعدها ب3 دقايق بس ضربة جزاء للشرقية إنبي، لكن الكورة ضاعت. وهنا الأهلي كان محتاج ياخد باله جدا، لأن الفريق المنافس مش محتاج 10 فرص عشان يسجل. هو مستني غلطة واحدة أو مساحة واحدة ويجري فيها. وبالفعل ده اللي حصل في الدقيقة 23 لما حصل أحسن هجمة للشرقية إنبي في الشوط الأولاني. الفريق قطع الكورة واتحرك بسرعة ونفذ الهجمة بشكل منظم جدا وقدر يسجل الهدف الثاني، واحد من أجمل أهداف الدوري. الأهلي هنا دفع ثمن حاجتين: غلطة فردية وبعدها التعامل السيء مع الهجمة المرتدة. وده خلى الفريق يدخل في موقف صعب جدا، رغم إنه كان لسه هو اللي ماسك الكورة أكتر. الغريب إن الأهلي بعد ما اتأخر 2-0 ما انهارش، وفضل يحاول بنفس فكرته في الضغط والاستحواذ. ومع استمرار الضغط الأهلي كان بيكسب كرات تانية كتير، وده خلى شرقية إنبي يرجع أكتر في بعض اللحظات بدل ما يفضل ضاغط بنفس القوة. وفي الدقيقة 33 الأهلي قدر يقلص الفارق بهدف رائع من مروان عطية بتسديدة صاروخية. الهدف هنا مهم مش بس علشان نرجع الأهلي للمباراة، لكن كمان لأنه جه من لاعب كان أصلا من أفضل لاعبي الأهلي في الشوط الأولاني. مروان كان حاضر في نص الملعب وبيكسب الكرات وبيتحرك كويس، ولما جات له الفرصة قدام المرمى ضربها بشكل ممتاز. لكن رغم الهدف مشكلة الأهلي الأساسية لسه موجودة. الفريق كان محتاج ربط أكتر بين لاعبيه في الهجوم، عشان الاستحواذ والكرات اللي بيكسبها تتحول لفرص أكتر. وعشان كده الأهلي خلص الشوط الأول متأخر 2-1، لكن كان واضح إن الماتش لسه مفتوح. الشوط الثاني بدأ ومن أول دقايقه كان واضح إن الأهلي داخل بعقلية مختلفة. مش بس استحواذ أكتر، لكن الحركة بين اللاعبين بقت أحسن. اللاعب اللي معاه الكورة بقى عنده حلول أكتر، والمسافات بين الخطوط قربت. وده خلى الأهلي يقدر يحافظ على هجمة بدل ما الكورة تضيع بسهولة. والنتيجة إن الشوط الثاني بقى تقريبا في اتجاه واحد. الأهلي بيهاجم والشرقية إنبي بيرجع يدافع ويحاول يستنى فرصة للهجمة المرتدة. وفي الدقيقة 60 تقريبا الأهلي كان لسه مستحوذ على الكورة بنسبة وصلت ل 70% طول المباراة. لكن المرة دي الاستحواذ كان له تأثير أكبر، لأن الأهلي بقى قادر يحصل الشرقية إنبي ويمنعه من إنه يطلع بنفس السهولة اللي شفناها في الشوط الأولاني. وهنا بدأ يظهر شغل حسين عموته بوضوح. هو ما اكتفاش إن يقول للاعبين يهاجموا أكتر، لكن شكل الفريق نفسه اتحسن، والربط بين اللاعبين بقى أفضل. وده كان مفتاح اللي خلى الأهلي يرجع يفرض نفسه على المباراة. وهنا بقى وصلنا النقطة اللي في رأي عموته كسب بيها الماتش. لما شاف إن بعض العناصر مش بتقدم المستوى المطلوب بدأ يتدخل ويغير في شكل الفريق. وأهم تغيير ظهر تأثيره كان نزول علي محمود بدل كوكا. علي محمود بعد ما نزل كان أكثر نشاط وإيجابية في نص الملعب، وده ساعد الأهلي إنه يفضل محافظ على ضغطه. وفي نفس الوقت بقى عنده لاعب يقدر يتحرك ويطلب الكرة ويشارك في بناء الهجمة. وده مهم لأن الأهلي في الشوط الأول كان أحيانا بيستحوذ، لكن الكرة كانت بتتحرك من لاعب للتاني من غير ما الفريق يتقدم بالشكل الكافي. في الشوط التاني الموضوع اختلف، الأهلي بقى أقرب لبعض والكرة بقت تتحرك أسرع واللاعبين بقوا بيلاقوا بعض بسهولة أكتر. وده بيأكد إن التغيير مش مجرد تبديل لاعب بلاعب، أحيانا التغيير بيغير شكل الفريق كله. وعمودة هنا أرى اللي ناقص الأهلي وحاول يصلحه أثناء المباراة، وده كان من أهم أسباب إن كفة الأهلي بدأت تميل بقوة ناحية الفوز. ومن أكتر الحاجات اللي اتغيرت في الشوط الثاني كانت بن شرقي. الشوط الأول ما كانش أفضل أشواطه، ومش هو اللاعب اللي إحنا متعودين نشوفه. لكن بعد الاستراحة الموضوع اتغير تماما. بن شرقي بقى حاضر أكتر في الهجوم، وتحركاته بقت أخطر ولمساته للكرة كانت أسرع وأقوى.
والاهلي كان والاهم انه بقى بيشارك بشكل اكبر في الهجمات بدل ما يفضل بعيد عن الصوره. وده اتوج في الاخر باداء كبير جدا لدرجه انه خرج من المباراه وهو راجل المباراه. ودي نقطه مهمه في تقييم الاهلي النهارده. مش كل لاعب بدا المباراه بشكل كويس، لكن الفريق ككل قدر يتحسن، ولاعبين كتير كانوا اقل من المتوقع في الشوط الاول قدروا يظهروا بشكل مختلف بعد الاستراحه. وبن شرقي تحديدا مثال واضح على التغيير ده. بعد ما الاهلي ظبط شكله الماتش بدا يتحول تدريجيا. الشرقية انبي اللي كان في الشوط الاول بيطلع يضغط ويهاجم بقى اغلب الوقت متراجع، والاهلي بقى هو اللي ماسك الملعب وبيحاول يفتح المساحات. ده ظهر في ان الشوط الثاني كله تقريبا كان في اتجاه واحد. الاهلي كان بيحاول من العمق ومن الاطراف، والكرة بقت بتتحرك اسرع، واللاعبين بقوا اقرب لبعض. وده خلى الشرقية انبي يواجه هجمات ورا بعض بدل ما يطلع هو للهجوم. في الدقيقة 68 الاهلي حصل على ضربة جزاء وزيزو سجلها، وهنا المباراة رجعت لنقطة التعادل. لكن الأهم إن الهدف ده ما جاش من لقطة عشوائية، هو نتيجة طبيعية للضغط المستمر اللي الأهلي عمله في بداية الشوط الثاني. الأهلي كان محتاج هدف واحد بس علشان المباراة تتغير تماما، ولما جاله فضل ضاغط وما رجعش للخلف. وده اللي خلى النهاية تفضل مفتوحة لحد آخر دقيقة. وفي الوقت اللي الأهلي كان ضاغط فيه بكل قوته بدأ يظهر تأثير لاعبين لسه محتاجين وقت عشان يندمجوا أكتر مع الفريق. منصف بقرار تحركاته كانت لسه بطيئة شوية، وده طبيعي لأنه جديد ولسه بيتعود على طريقة لعب زمايله وإيقاع الفريق. لكن لمساته كانت مميزة جدا، وكان واضح إن عنده جودة ممكن تفيد الفريق مع الوقت. وفي الناحية التانية بن جديدة كان له تأثير مهم جدا في اللحظة اللي حسمت الماتش. الدقيقة 90 والكرة وصلت للأهلي وبن جديد عمل كعب رائع جدا فتح بيه الهجمة، والكرة وصلت لقفشة وقفشة حطها في الشبكة. بقت 3-2 للأهلي في الدقيقة 90. ودي من اللقطات اللي بتقول لك إن المباراة أحيانا بتتحسم بتفصيلة صغيرة، لكن التفصيلة دي مش بتيجي من فراغ. الأهلي كان ضاغط طول الشوط الثاني، والشرقية يمي كان بيتراجع أكتر لحد ما ظهرت المساحة واللحظة المناسبة. والأجمل إن الأهلي ما اكتفاش بالتعادل بعد هدف زيزو، لكنه فضل يحاول لحد آخر دقيقة، وده في حد ذاته تغيير مهم جدا في شخصية الفريق. قبل ما نختم لازم ندي الشرقية إنبي حقه، لأن الفريق عمل شوط أول ممتاز جدا، ومش بالصدفة إنه خرج متقدم 2-1. مدرب الشرقية إنبي كان واضح إنه مذاكر الأهلي كويس، وكان جريء جدا في طريقة لعبه. الفريق ما عادش يستنى الأهلي قدام مرماه، وما لعبش المباراة كلها دفاع، بالعكس كان يقابل الأهلي في نص الملعب وبيضغط عليه، ولما بيكسب الكورة بيطلع بسرعة ويهاجم مساحات. والأهم إنه حتى مع امتلاك الأهلي للكورة في أغلب فترات المباراة، الشرقية إنبي ما كانش مستسلم، وكان بيحاول يبعد الخطورة عن مرماه عن طريق إنه يخلي المعركة بعيد عن منطقة الجزاء. وده في رأيي يحسب جدا للمدرب. طبعا في الشوط الثاني الاهلي فرض سيطرته بشكل اكبر والشرقية انبي تراجع اكتر، لكن ده مش معناه ان الفريق قدم مباراة سيئة. بالعكس الشرقية انبي خرج من الماتش وهو مدي رسالة ان الفريق ده مش هيكون سهل، وان مدربه عنده جرأة وشخصية واضحة. وفي النهاية انا شايف ان الاهلي قدم مباراة كويسة، لكن لسه بعيد عن افضل نسخة ممكن نشوفها منه. وده طبيعي جدا لاننا لسه في بداية موسم، ولسه الفريق بيبني الانسجام بين لاعبيه، ولسه عموته بيحاول يوصل للشكل اللي هو عايزه. لكن في نفس الوقت المباراة دي ادتنا حاجة إيجابية جدا. الأهلي الموسم اللي فات كان لما بيتأخر في النتيجة كان في أوقات كتير أقصى حاجة يقدر يعملها إنه يرجع يتعادل. النهاردة حصل تغيير مهم، الأهلي اتأخر وفضل يحاول عدل النتيجة، وبعدها كمل ضغط لحد ما خطف الفوز في الدقيقة 90. وده مش معناه إن كل مشاكل الأهلي اتحلت، ولا إن الفريق وصل لأفضل مستوياته، لكن معناه إن في شخصية مختلفة بدأت تظهر، وإن عمودة عنده القدرة إنه يغير شكل الفريق أثناء المباراة ويستفيد من التغييرات. ولو الأهلي قدر يطور الربط بين لاعبيه ويقلل الأخطاء السهلة ويحافظ على القوة اللي شفناها في الشوط الثاني، ساعتها هنبدأ نشوف الأهلي بشكل أقوى وأقرب للنسخة اللي إحنا مستنيينها. وفي الآخر الأهلي كسب 3-2 وخد أول 3 نقط في الدوري. لكن أهم مكسب النهاردة مش النتيجة لوحدها، المكسب الحقيقي إننا شفنا فريق قدر يتأخر ويرجع، وقدر يغير شكله أثناء المباراة، ومدرب عارف يتدخل في الوقت المناسب ويقلب شكل فريقه. وفي نفس الوقت شفنا حاجات لسه محتاجة شغل، الربط بين اللاعبين وتقليل الأخطاء السهلة، وتحسين التعامل مع المساحات لما الفريق يضغط لقدام. لكن زي ما احنا قلنا، احنا لسه في الأول الموسم وما ينفعش نحكم على الأهلي من ماتش واحد. المهم إن البداية فيها حاجات إيجابية، والأهم إننا نشوف التطور ده هيستمر ولا لأ في المباريات اللي جاية. ولو عجبك التحليل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، عشان كل ماتش للأهلي وكل تحليل جديد تلاقيه هنا في ملعب القهوة. كلامنا النهارده خلص، لكن الكلام على ملعب القهوة ما بيخلصش. سلام يا كباتن.